مستوحاة من أحداث رعب حقيقي وقصص مرعبة حقيقية عن رعب المستشفى المسكون أو المستشفيات المسكونة واللي بيحصل فيها. ضباط الأمن وأطقم التمريض الليلي شافوا حاجات كتير، حتى المرضى اللي كانوا هناك كان ليهم حاجات كتير شافوها وحكايات مرعبة وشاركوها معانا. كل ده معاكم النهاردة في قناتكم جرعة أدرينالين، وأنا معتز محسن. أول حكاية معانا النهاردة عن عماد، فرد أمن ليلي هو وزميله إبراهيم، شغالين في مستشفى أحد المستشفيات الحكومية اللي موجودة في المناطق الريفية. إبراهيم كان دايما مش مرتاح من الوردية بتاعت بالليل، ونفسه إنه يشتغل الصبح عشان عنده شعور مش مريح في وجوده في الوقت ده في المستشفى. كذا مرة يحس بوجود مرعب ويشوف خيالات مرعبة، وإحساسه بالرعب كان مخليه دايما مش مرتاح. وأول ما الوردية تخلص كان بيسلم على طول ويطلع يمشي جري من المستشفى. حصل في يوم إن إبراهيم معرفش يجي بسبب إن حصل له حادثة ورجله اتكسرت، فما قدرش يجي وهيقعد فترة غايب من الشغل بتاعه. طبعا عماد هيكمل الوردية الفترة اللي جاية دي كلها لوحده، وهيشوف اللي محدش شافه. عماد كمل حكايته وقال: أول ليلة عدت عادي وما كانش فيه أي مشكلة. كنت زهقان جدا، وخصوصا إن أنا لوحدي وبقالي كتير أوي ما نزلتش لوحدي بالليل، وطبعا المستشفى في بلد أرياف والدنيا بتهدى بالليل ومحدش بيبقى موجود كتير. بعدها بليلتين جت واحدة ست كبيرة باين عليها التعب وعمالة تبكي وباين عليها الحزن والزعل. حاولت انده عليها بس كملت في طريقها ولا عبرتني حتى. عدى كام يوم وكان منظر الست دي في بالي ومغابش عني، لكن بعد كده لقيتها برضو عدت تاني بنفس التفاصيل ونفس الحالة اللي كانت فيها. سكت وما اتكلمتش، قلت خلاص، يعني هي لو عايزة تيجي ولا محتاجة حاجة أنا بكون قاعد بره على البوابة. وسكت وسبتها تعدي. عدت كذا ليلة برضو، وكنت قاعد على باب المستشفى في الوردية بتاعتي. الجو كان صيف وكنا قاعدين بره عشان الأوضة بتاعتنا بقت حر، وكنت لسه مستلم الوردية ومعايا الأكل بتاعي. اتأخرت شوية في الأكل، معرفش ليه حسيت إن الست دي ممكن تعدي. قلت يمكن أنده عليها أعزمها تاكل معايا ولا حاجة. وفعلا جت، وبرضه في نفس الحالة ما اتغيرتش، بكا وحزن وعياط. بس المرة دي أنا ما سكتش، وفضلت وراها وفضلت معاها لحد ما كلمتها. وبعد كده لقيتها هديت وردت عليا وكلمتني. خليتها جت تقعد معايا وجبت الأكل، وكانت مبسوطة قوي لما جت قعدت وإن حد بيكلمها وإن حد بيراضيها. واضح إنها كانت جعانة ومش لاقي حاجة تاكلها من بدري، ولا حتى ليها مكان تقعد فيه. خلصنا الأكل وشربت، وحتى عزمت عليها بالشاي وكل حاجة كانت تمام. قلت لها تحكي لي مالها وليه دايما زعلانة وبتبكي. أول ما بدأت تحكي لي
ملامح الحزن مسكت فيها كده، وعينيها بقى فيها نظرة حزن غريبة. حكيت لي عن بنتها اللي كانت تعبانة وهي لسه شابة صغيرة، وتوفت في السن الصغير ده، وإنها دايما بتروح ليها المقابر وترجع تاني، بتقعد هناك وتقعد تقرا لها الفاتحة، ودايما حزينة إنها ما عرفتش تساعدها ولا تعمل ليها أي حاجة، وإن بنتها كانت بتتعالج في المستشفى دي وللأسف اتوفت هنا. عشان كده كل ما تعدي وتمر من قدام المستشفى كانت دايما تبكي وبتعيط. وريتني صورتها وقعدت تقول لي هي دي بنتي، شفت كانت حلوة ازاي. أول ما عيني جت على البنت شفت صورتها، بنت جميلة جدا. وللأسف الست دي ما كانش عندها أي عيال تانية غير هي البنت دي. عدت كذا مرة والست تيجي تقعد جنبي في كذا يوم ورا بعض وكله تمام، وكان زميلي قرب يجي وخلاص هينزل معايا تاني. أول ما زميلي رجع برضه كان متضايق جدا من النزول بالليل، بس الفترة اللي قعدها شوية في البيت ريحته. طبعا بدأت أحكي له عن الأخبار وأحكي له عن المستشفى وإيه اللي حصل والفترة اللي فاتت كانت الدنيا عاملة إزاي. حكيت له عن الست دي وحكايتها، وكان مستغرب جدا عشان هو أقدم مني هنا في المكان. قال لي كلمة مرعبة جدا، أنا مش أول مرة أسمع الحكاية دي وشكلي عارفها. قال لي لو جت أنا أكيد هعرف الست دي. عدى كذا يوم والست ما جاتش، وزميلي نسي الموضوع. بس في يوم كان قسم الصيانة عندنا عشان كاميرات المراقبة كان عندهم تصليح فيها. إبراهيم راح معاهم وأنا فضلت قاعد في مكاني عشان المراقبة كانت في غرفة تاني. ولما كنت لوحدي لقيتها جاية وبتسلم عليا، هي نفس الست ومفيش أي تغيير. ولما وقفت اتكلمت معاها لقيت زميلي بيكلمني على الجهاز وكلامه رعبني جدا. قعد ينده عليا، يا عماد يا عماد انت بتعمل ايه؟ استغربت جدا من السؤال ده. ايه السؤال اللي انت بتسأله لي ده يا ابراهيم؟ هو مش شايف ولا ايه؟ رديت عليه وقلت له انا واقف مع الست اللي قلت لك عليها. ابراهيم لما رد عليا دمي نشف وقلبي وقف وما قدرتش اتكلم من كتر الرعب. لقيته بيقول لي ست مين يا عماد؟ انت بتكلم مين يا ابني؟ ما عرفتش امسك نفسي وطلعت اجري من الخوف لحد ما دخلت اوضه الامن عندنا وقفلت على نفس الاوضه وفضلت قاعد. ابراهيم جه بيجري، لقيته بيخبط عليا باب الاوضه وفتح مره واحده. قال لي انت كويس؟ قلت له مش عارف انت بتهزر ولا انت بتتكلم بجد. قال لي يا ابني مفيش حد موجود اصلا. خدني بسرعه ورحنا على اوضه المراقبه بتاعه الكاميرات ووراني التسجيل اللي كان موجود. انا كنت واقف بتكلم مع نفسي، ما كنتش واقف بتكلم مع حد. بعد كده نزلنا ورحنا على الاستقبال، فضل يقلب في الملفات لحد ما خرج لي ملف. فتح الملف دوت ووراني صورة بطاقة وقال لي هي دي البنت اللي الست وريتها لك. انا اول ما شفت الصورة وعيني جت عليها انا كنت بدأت انهار. ايوه هي، ايوه هي البنت. هو في ايه؟ رد عليا ابراهيم، رد عليا ابراهيم. البنت دي دخلت هنا وهي مقتولة وامها هي اللي قتلتها وخدت حكم اعدام. اللي انت شفتها دي ربنا يسلم. وهما الاتنين اتدفنوا في المقابر القريبة اللي في اخر البلد. انا بعد ما سمعت الكلام ده عرفت ليه ابراهيم ما كانش حابب ينزل بالليل، عرفت ليه خوفه وكرهه من الشفت بتاع بالليل والوردية دي تحديدا. ومن ساعتها بقيت انا وابراهيم زي بعض،
ما بنحبش الوردية بتاعت بالليل، وبنكرهها كره العمى. بعد ما خلصت كلام مع عماد وإبراهيم، دخلت المستشفى عشان أقابل طاقم التمريض. طاقم التمريض كان ليه حكاية مرعبة أكتر. لما جت ممرضة جديدة واستلمت في العناية المركزة، وكان في ناس كتير مش بترتاح في الوردية برضه بتاعت بالليل. ليلة شغل عادي، الدكتور وصل وهي واتنين تانيين من التمريض كانوا معاها. الدكتور دخل وخلص المرور بتاعه، وكل واحدة فينا راحت على مكانها. كنت هلكانة وميتة من الجوع. خدت الأكل بتاعي وأكلته وخلصت. جيت أروح الحمام، لقيت النظافة بتغسل الحمام ومعرفتش أدخل. ما كانش فيه غير دور الأشعة هو اللي كان فاضي. طبعا هدوءه كان مرعب جدا ومخيف، وما كانش فيه حد فيه موجود طبعا، لأن كله بيخلص الصبح وبيمشي. طبعا دخلت والمكان كان فاضي، والحمام هدوءه كان غريب، والدور كله كان ساكت. دخلت وقلت هخلص واخرج بسرعة. لحظات هدوء مرعبة عدت عليا وانا جوه هناك وداخلة في الحمام. صمت مرعب في الحمام قطع صوت الباب وهو بيفتح. طبعا انا كنت دخلت وقاعدة جوه. سمعت صوت خطوات رجلين داخلة في الحمام، ومع صوت خطوات رجلين دي سمعت صوت واحدة بتعيط. انا بصراحة ما قدرتش اسكت واستنى، قلت لا يكون حد محتاج حاجة من المرضى ولا حاجة. خلصت وطلعت بسرعة وخرجت فتحت الباب. بس اللي خلاني اتخض اكتر واخاف ان ما كانش في حد موجود. امال مين اللي دخل؟ ومين اللي كان بيعيط؟ الرعب اتملكني اكتر وطلعت اجري. ما وقفتش غير لما وصلت على استراحة التمريض. زمايلي اول ما شافوني مرعوبة ومخضوضة استغربوا. فضلوا معايا لحد ما هديت وقدرت احكي لهم على كل حاجة. هما كانوا اقدم مني طبعا وانا كنت لسه جديدة. ساعتها عرفت منهم ان المكان ده ما كانش بس قسم الاشعة من زمان، لا، ده كان قسم العمليات. وبعد ما المستشفى اتجددت بقى قسم الاشعة الجديد. نبهوا عليا اني ما اروحش في الاقسام المقفولة تاني لوحدي، وخصوصا في وردية الليل. طبعا المرضى اللي كانوا موجودين في المستشفى ناس منهم اتطوعت وحكت لنا شوية حكايات. أول ما عرفوا إن إحنا بنسعى على الأحداث المرعبة اللي حصلت هناك مع الممرضات والدكاترة وأقسام الأمن زي ما حكيناها في الأول، اتطوعت وحكت لنا حكاية برضو ما كانتش سهلة. كانت جاية في مراجعة بعد الولادة بتاعتها. هي كانت واحدة مريضة في المستشفى، وقعدت شوية بعد عملية الولادة بتاعتها. كانت تعبانة جدا، وطبعا كان المرافق بتاعها أختها. كان دايما عندها مشكلة في الحمامات اللي موجودة في العنبر بتاعهم. الحمامات دايما هناك ما كانتش نظيفة في العنبر ده، وكانت الحمامات برضو مش كويسة قوي، وكانت دايما أختها معاها. وكانت لما بتحب تروح الحمام كانت بتنده لأي حد من عمال النظافة عشان تنضف لها حمام كده وتعرف تدخل فيه وهو نظيف. وكانت دايما بتعمل حسابها قبل ما عمال النظافة يمشوا بالليل تكون دخلت الحمام، وبيكون أختها معاها، بس بيكون الوقت متأخر. ليلة غريبة عدت عليهم لما حبت تروح الحمام، وكان الوقت متأخر في اليوم ده.
طقم النظافة الليلي للأسف في اليوم ده ما كانش جه، عشان كانوا مشغولين الصبح كلهم بسبب الزيارة اللي كانت في المستشفى، والحمامات ما كانتش نظيفة. سألت واحدة من التمريض لو ممكن تستخدم حمام التمريض بتاعهم، قالت لها ممنوع، بس ممكن تطلع الدور الأخير هتلاقي حمام هناك كويس. واختنا دي للأسف سمعت كلامها وطلعت هي وأختها. كان دور هادي جدا بشكل مرعب ومخيف، وطبعا في وردية الليل احنا متفقين ان المستشفى هناك بتبقى الحركة فيها قليلة. طبعا طلعوا في الأسانسير هما الاتنين واتمشوا بالراحة، سامعين صوت همسات مش مريحة مع ان مفيش حد في المكان، بس كملوا عادي جدا ودخلوا الحمام. وهم هناك وقبل ما يخرجوا حنفية المية في حوض من الأحواض كانت مقفولة. مرة واحدة اتفتحت لوحدها، أختها راحت تقفلها، وبعد ما الحنفية اتقفلت هدوء غريب في المكان. مرة واحدة بدأت الأبواب كلها تخبط والشبابيك كمان بدأت تتخبط. الرعب والخوف مسك فيهم، طلعوا يجروا هما الاتنين من المكان ورجعوا بسرعة على مكانهم، مش قادرين يمسكوا أعصابهم من الرعب. لما أختها بدأت تسأل الناس اللي موجودة هناك وبدأت تروح تعرف من طاقم التمريض هو إيه الدور اللي إحنا طلعنا فيه ده، وحكت للممرضة على اللي حصل. الممرضة اترعبت وقالت لها انتوا إيه وداكوا هناك؟ مش ده الدور اللي قلتلكوا عليه. أختها سألت الممرضة أمال إيه الدور ده؟ الرد كان صادم، دي المشرحة. نتمنى تكون حكاية سهرة الرعب النهاردة عجبتكم، وشكرا لكل المراقبين اللي متابعينا. ولو انت مش مشترك معانا او مش متابعنا من الاول ما تنساش الاشتراك والمتابعة، واستنونا في احداث جديدة عشان اللي جاي هيكون تكملة للي حصل النهاردة. شكرا جدا ليكم وشكرا جدا لدعمكم.